بإدلب عنا ما في بحر. طيب أشو بدنا نعمل يا طيب؟ خلونا ننقل البحر من هون لوين يا حزركن؟ على المعرة بيلبق والله. وهاي الحجار أشو عم تعمل بالشام يا خاي؟ حجارة أثرية كان بشاريسيوس إسميسيوس قدس الله سره يمشي عليها. خلينا ناخدها كمان لعنا عسراقيب. حرام الشعب هنيك بالمخيمات ما بيعرف يمشي إلا على الحجارة الأثرية. وهون بدرعا اش في عنا يا عين عمك؟ والله هدول معن مصاري كتير. خلينا ناخد لهم مصرياتهم ونحولها ليرة تركية لدعم اقتصاد تركيا، وبعدين نحولهم دولار لدعم مسيرة ترامب، وبعدها بنبعتهم على أفغانستان كرمال اللحمة الوطنية. ليك هون كمان بالسويدة أما أشو في شجر تفاح يا خاي بينعش المصارين. خلينا ناخدهم لعنا عبنش بنزرعهم هنيك. لك والله والأنهار كمان قليل كتير بإدلب. تعال انتي اشو عم تعمل هون؟ يلا عم عرض مصرين وبتدمر في كتير انتيكا وما بعرف اشو وكلها صحراء. خلينا ناخد تدمر مثل ما هي ونحطها بإدلب ونقول انه بني أمية هن يلي عمروها. تعرف يا عزيزي المتابع انه اللي حكيناه ما هو خيال؟ لا ابدا، بالفعل في ناس هيك بتفكر، انه المسؤول السوري هلق بس همه يفكر اشو بده ينقل على إدلب. لك حتى إذا شافوا سيارة عم تشيل شوية وسخ ونفايات وتلمها بقلك أخدين على إدلب يعملوا معمل نفايات ويولدوا كهرباء مشان يبنوا مركبة فضائي كرمال يخرقوا ثقب الأوزون فوق قسد والهجرة وغزال. أيتام الأسد. لك والله جد تعبنا، كيف بدنا نتعامل معكن؟